أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة إبداعات ليبية. طبعا وصفتنا اليوم اللي هو الدجاج. آه تتبيلة الدجاج مشوي أو مشوي يعني على الفحم أو في الفرن. طبعا الوصفة اللي فيها اللي هو البصل، تاخدي البصل والثوم والفلفل الحلو والفلفل اللي هو الرومي والفلفل الأخضر، ونصف ملعقة بابريكا، ونصف ملعقة كركم، ونصف ملعقة اللي هو فلفل أكحل، ونصف ملعقة كمون حوت، ونصف ملعقة كزبر. وطبعا الزبادي ما نسيته تقريبا، ودبس الرمان، واللي هو والملح طبعا، وعصير الليمون والخل. وتصبي عليهم زيت زيتون وتخلطيهم مع بعضهم، وتحطي طبعا دجاجك، أفخاد الدجاج أو الدجاج في التتبيلة بعد تنظفيهم كويس، وتحطيهم في التتبيلة هذه وتخليها لعدة ساعات. ولو سألتني على سر حلاوة اللون هذا اللي تشوفوا فيه، السر اللي هو شنو؟ ملعقة من الكاتشب، وملعقة من الهريسة اللي هي دبس الفلفل الهريسة، وملعقة من دبس الرمان والكاتشب، وتخلطيهم مع بعضهم وتدهني بيهم الدجاج خلاص في اللحظة الأخيرة، يعني لما طاب عشان ياخذ اللون بس، وترديهم للفرن وبعدين تطلعيهن وتقدمي معاهم السلطات اللي تحبيهم. ونتمنى انكم ما تنسونا من اللايك والشير، ودمتم سالمين.